ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. النهارده جايلكم وصفه جديده وهي وصفه فظيعه يا جماعه. كلنا بنروح المطاعم الكبيره دي عشان ناكل الوصفه دي. هنعملها النهارده في بيتنا بطريقتي انا وجربوها بطريقتي. بسم الله. معايا فصين من التوم دقاهم، معايا معلقه زبادي او كوبايه زبادي، معلقه زبادي اهي يا جماعه. ننزل بها معلقه، معايا معلقه ليه يا كوبايه كوبايه من دي. تمام. ومعايا البهارات بتاع المندي، جايباها من عند العطار بالشكل ده كده، ونزلت عليهم شويه فلفل اسمر والسبع بهارات من عندي. وننزل كده بمعلقه من الزعفران، حاجه بسيطه يا جماعه لان الزعفران ما شاء الله الزعفران ده مركز جدا. تمام. ونقلب. ننزل بشويه كده من الزيت، ومعايا معلقه من الخل. والخل ده اختياري، حابه تحطيه حطيه، مش حابه خلاص. وقلبي بقى كل الكلام الجامد ده مع بعض. لقيت الزعفران خفيف يا بنات، رجعت زودتها زعفران لان الفراخ المندي كلكم بتبقوا عارفين ان هي صفرة، تبقى حلوه كده. قلبنا كل الكلام الحلو ده مع بعض، وننزل بالبصله. بشره هنا بصله كبيره اهي. ومعايا برضو الجزر بشراه. لا انا مش هحط الجزر دلوقتي، حطيت البصله. هعمل البصل وهنزل دلوقتي بشويه من الملح اهو. نظبط الملح بتاعها. وانا عشان عندي التوم كان فيه ملح، ما رضيتش اكتر ملح قوي. وليه نزلت بالبصل؟ عشان عايزه الفرخه بتاعته تتطعم ويبقى طعمها احلى 100 مره من بتاعه المطاعم. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هسيب الفرشه خالص وهستخدم ايديا. في اللي بيستخدم الفرشه، لكن انا يا حبايب قلبي هستخدم ايدي. طبعا ايدينا طول ما هي نظيفه واكلنا احنا اللي بناكله خلاص تمام. لكن لو جايلك ضيوف بقى البسي جلافزات عشان ضيوفك ايه، يبقى الدنيا مظبطه معاكي. خلاص. ندهن كل الفراخ بتاعتنا بالشكل ده لمسات كويس. وهنسيبها طبعا في التتبيله دي من ساعه لساعه ونص، او من ساعه لساعتين اهو بالشكل ده كده. كل ما تفضل معاكم في التتبيله كل ما يطلع احلى واحلى من بتاعه المطاعم 100 مره. ننزل هنا بالجزر. الجزر طبعا اختياري، بس انا بصراحه بحب الجزر في اي اكل. هشرب طبعا الجزر الخلطه دي كلها اهي. تمام كده. لسه طبعا الفراخ بتاعتنا فيها الخلطه. بس جربوا الطريقه دي يا بنات، صدقوني طعمها فوق الخيال. تروحي بقى مطعم وتدفعي في الشيء الفلاني عشان الفرخه بتاعتنا الجامده دي. احنا عملناها في البيت باسهل طريقه. طبعا عملت لكم قبل كده برضو الممبار والصينيه الجامده اهو يا بنات. والحمام والفراخ برضو المشويه كانت تحفه يا بنات. هسيبها بقى دلوقتي ساعه يا حبايب قلبي، وهرجع بقى ادخلها الفرن. انا الوقت ما عنديش وقت، يعني ساعه يكفي قوي عسل لان تتبيلتها حلوه وفيها الخل وفيها الزبادي فهتشتغل معايا بسرعه. هسيبها دلوقتي ساعه وهدخلها الفرن. تمام. يلا حبيت، عشان في ناس كتير ما عندهاش فران وما يعرفوش يعملوا الفراخ المندي، فانا النهارده هوريكم طريقه حلوه قوي. كنت هعملها في الفرن وخلاص وخدت قراري، بس الوقت لا، انا هحطها على البوتاجاز وهحطها في الشوايه الدبل. احط كده شويه من الزيت والنار تبقى هاديه خالص، وننزل بالفراخ عليه. اهم حاجه النار تبقى هاديه عليه. بسم الله. وتسيبها على نار هاديه كده مع نفسها ساعه، ساعه ونص اهي. هتطلع مشويه وتطلع زي الفل، احلى من الفرن ان شاء الله 100 مره. بتقول ايه يا ادم؟ كل البهاريز ديت يا حبايبي او الصوص ده تنزلوا كده عليه بالفراخ، ما تسيبوش اي حاجه. ريحه الوقت هتقلب وهتجيب الجيران. وانا هعمل معاه الرز البسمتي، وان شاء الله هحاول اصور لكم الطريقه. الانسه لقاء زي العاده سايبانا ورايحه الدرس، ربنا معاها وادعوا لها بالنجاح. وهقفل بقى وهدي عليها النار خالص مع نفسها. طيب قلبي بشويه كده من الزيت وشويه صغيرين خالص. انا عايزه اعمل شويه رز بسمتي، انما ايه النهارده هيبقوا ضرب نار. تمام. ومعايا البهارات بتاعتي عباره عن كبابه صيني وحبهان وقرفه ورق لورا ولوم. تمام. هنزل بالكلام الحلو ده مع بعضه. في حاجه بقى تركه كده هحطها هتخلي لنا الرز ده في حته تانيه، وهي يا جماعه قطعه كده من الدهن. انا كنت مسيحاها وسايباها عندي اهو. العلبه بدات تفضى، كنت حاطه فيه حبهان وورق لورا. بصراحه دي ما تتخليش عنه خالص، ده طول ما هو في بيتك كنز من الكنوز اللي احنا بنشتغل بقى في مطبخ. والدهن ده يا بنات انا لما جيت احطه واسيحه قطعته قطع كده صغيره. طبعا شايفينها معايا اهي. انا ما خليتش الدهن ده لما جيت سيحته، ما شلتش القطع بتاعته اللي هي الدهن اهو. شايفينه اهو بالشكل ده كده.
لما يسيح برضو هوريهولكم. كده بدأ الدهن بتاعنا يا حبايب قلبي يسيح اهو، ما شاء الله عليه. الريحه طالعه جباره يا حبايبي. ومعايا البصله بتاعتي بشطها، انزل كده بالبصله ونقلب كده تقليبه حلوه كده. نفضل نقلب بقى لما البصله دي يبدا لونها كده ايه يدبل وتبقى تحفه معانا. وهوريكم الوقت هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى نشوف الفراخ. الله اكبر، عسل عسل، وريحتها طالعه فظيعه ما شاء الله، تحفه. الاكل بتاعنا كده نعمله في بيتنا كده، وحاجتنا تبقى نظيفه، ولا نروح مطاعم وندفع الشيء الفلاني ولا اي كلام من ده. ننزل دلوقتي بقى المكون السر بتاعنا الثالث، وهي مرقه الدجاج. نزلت كده يا حبايب قلبي بشويه من الفلفل الاسمر، هزود كمان شويه. ننزل بقى بالرز بتاعنا اهو، غسلته. ده مش كيلو يا جماعه من الرز، لا ده كيلو الا ربع. شلت منه كده شويه عشان بيبقى كتير جدا. ونقلب بقى كل الكلام الجامد ده مع بعض، نديله كده تلوحه مع بعض. وننزل بقى بالميه بتاعته ونظبط العيق بتاعه على طول. هظبط بقى الملح بتاعه، ننزل كده بمعلقه من الملح. طب احنا عشان الرز بتاعنا يطلع بقى زي بتاع المطاعم بالظبط نعمل معاه ايه رايكم بقى في شويه الجزر المبشورين دول؟ اديله بقى الحركه دي كده، وقلبي الكلام الجامد ده كله مع بعض. عليا النعمه ريحه طالعه ما شاء الله، الله اكبر. لو انت بقى في عماره كده شممي جيرانك وشممي حبايبك، ولو انت حتى في بيت ارضي والله العظيم الجيران كلهم هيشموا ويقولوا لك كنت بتطبخي ايه النهارده. خد وصفه ام لقاء واتكلي على الله، احلى من المطاعم 100 مره. ننزل بقى بالميه بتاعتنا ونظبطها، ميه سخنه. وما تخافيش بقى، لازم تظبطي العيد بتاعك من اول مره. بس بقى يا عمار يعني منك شويه من الزعفران كده، نص معلقه او ربع معلقه، عشان زي ما احنا قلنا الزعفران ده مركز يا بنات. ونبوشهم تمام. اهم حاجه تبوشي الزعفران بتاعك هنا. ونفتح بسم الله الرحمن الرحيم. عايزينه بقى زي بتاع المطاعم بقى، ما يبقاش كده وكده يعني. طبعا مش هقلب الرز ولا هاكل يمه. امال هياخد اللون ازاي؟ لا انا هقولك دلوقتي بقى، مينفعش بقى. سيبه كده بقى مع نفسه، وهديت عليه النار خالص. عايزاه بقى يتردد كده ويبقى زي الفل. تعالوا كده يا حبايب قلبي نشوف الرز بتاعنا ما شاء الله عليه، الله اكبر. قلبه بقى كده. هنا بقى بيبقى حبايه وحبايه زي بتاع المطاعم بالظبط. الجزر اللي احنا حطيناه يا بنات عاطل ريحه للرز فظيعه، وكمان الدهن الله اكبر، شويه رز زي العسل ما شاء الله عليهم. سيبناهم كده بترددوا براحتهم، بس حبيت اوريهولكم. شايفين ومفرفر كده وتحفه. تمام يا حبايبي، تعالوا بقى نشوف الفراخ عملت ايه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عسل وريحتها تحفه. شايفين استوت خالص اهي. شايفين العصاره اللي نازله منها اهي. ونشيل كده عصاره منها ونحط كده عليها. الله الله، شربيها كده كل ما تحس ان هي نشفت من فوق شربيها الخلطه بتاعتها. وانا لسه قلبها برده من شويه. بس يا حبايب قلبي الفراخ التحفه ما شاء الله عليها، احلى من بتاعه المطاعم 100 مره. وريه قدومه عشان لقاء في الدرس دلوقتي، ربنا معاها يا رب. تعالوا شوفوا الجمال، شايفين الحلاوه. فراخ بصراحه شويه فراخ زي العسل والله العظيم. جربوا الوصفه اللي انا وريتها لكم دي، فراخ تحفه. استنى يا ادم كده، تعالوا بقى هنا بس اوريكم حاجه. شايفين الفراخ مستويه حاجه كده زي العسل. شايفين لحم الفراخ ما شاء الله عسل. ما تنسوش بقى في اشتراك يا جماعه للقناه، وحطوا لي لايك، ويلا في رعايه الله.